يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش اول مره يشوفني. انا لونا. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض بسكويت العيد بطريقه سهله وبسيطه وطريقه ناجحه جدا وهتنجح معاكي من اول مره. وما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الوصفات الجديده. وده كان شكل البسكوت. انا عملت شكلين علشان اوضح لكم الفرق ما بينهم ايه. الشكل الاولاني اللي هو معمول بالقمع بتاع البيتيفور بنطوله شويه يبقى شكل البسكوته دي للناس اللي بتحب البسكوتيه اللي هي تخينه شويه، وللناس اللي بتحب البسكوته تكون رفنعه انصحها بالشكل التاني. فده الشكلين على حسب ذوقكم. معايا هنا انا هعمل كيلو دقيق. هقول لكم المقادير بالظبط. كيلو دقيق عليه نص كيلو من الزبده، يعني 500 جرام زبده. لو ما عندكيش معيار كوبايتين شاي، عارفين كوبايه الشاي، كوبايتين شاي تمليها سكر بودره على هتحطيهم على نص كيلو الزبده وتشتغلي بالعجان. لو عندك معيار هقولك بالظبط السكر قد ايه. هو عباره عن 300 جرام من السكر البودره على نص كيلو الزبده. هنشتغل بالعجان نضرب كويس. لو ما عندكيش عجان مفيش اي مشكله، تقدري تشتغلي بمضرب الكهرباء. اول ما هتلاقيها نعمت كده الزبده بتاعتك بالسكر خلطيها كويس، هننزل بست بيضات. يعني هننزل بكل بيضايه، البيضايه الاولانيه ونضرب، وبعدين البيضايه التانية ونضرب البيضايه التالتة ونضرب، وهكذا لحد ما نوصل لحد سادس بيضه. هنفضل نضرب كويس جدا، وبعدين هننزل بمعلقه صغيره من الفانيليا عليهم بقى. آه عارفين كيس الفانيليا البرتقال ده لسه طالع جديد، حلو قوي. انا جربته بجد، انصحكم بيه. لسه ما عملش يعمل فانيليا البرتقال. نزلت بكيس بقى على الخليط بتاعي وضربته كويس. حلو قوي، طعمه حلو قوي، ونكهه البرتقال جميله جدا. هنا معايا بقى كيلو دقيق، هنزل برشه الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، عليهم 4 معالق كبار من اللبن البودره. بقلب بقى المكونات الجافه بتاعتي كلها مع بعض علشان لما اجي انزل بالدقيق بتاعي على خليط الزبده والبيض تبقى كلها زي بعضها. بعدين بعد ما بقلب كده بنزل بالدقيق بتاعي بقى واحده واحده على الخليط بتاع الزبده والبيض. بعد طبعا ما ضربته كويس وبقى ناعم، بنزل بحبه حبه من الدقيق واعجن حبه حبه واعجن لحد ما يتلف معايا كله. يعني ما انزلش بالدقيق كله علشان ما يبقاش فيه تكتلات، ويبقى كله اختلط بالزبده. وهوريكم كمان شكل العجينه في الاخر. العجينه دي مظبوطه جدا، البسكويت طلع اللهم بارك تحفه. هش وناعم زي ما بقول لكم، هش وناعم ومقرمش في نفس الوقت. شايفين ده شكل القمع وانا بشكل بيه البسكوت. وده كان الشكل بتاعه اللي وريته لكم. اما الشكل التاني اللي هو للناس اللي بتحب البسكوت الرفيع بيستوي على طول. خدوا بالكم من السوا بتاع البسكوت، ريحته حلوه قوي. عايزه اقول لكم ما شاء الله تحسي بالعيد. وده السوا بتاعه، شايفين اللون وشكله حلو قوي. انصحكم بان انتوا تعملوا بنفس الخطوات اللي انا عملتها بالظبط علشان يطلع معاكم بسكوت مظبوط. وبس كده، وبألف هنا وشفا، كل سنه وانتم طيبين.